الاسم علي حسين أحمد مجيري، سعودية الجنسية. تم اختطاف أطفالي وبيعهم في مستشفى الولادة والأطفال، مستشفى حكومي، بدون وجه حق، وتم اشتكاؤهم على المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، علما بأني توجهت لجميع الجهات المختصة في ذلك، ووجهت خطاب وبرقية للمقام السامي الملك سلمان يحفظه الله ويرعاه، وحسبت طفلي مبدل وهو ليس مبدل، وإنما تم اختطاف أخوانه الثلاثة وبيعهم بدون وجه حق، وإعطاء عمة الأجنبية مبلغ مالي في أطفالي. فأرجو من الله ثم من ملك المملكة العربية السعودية ثم من وزير الداخلية ثم من ولي العهد وولي العهد إرجاع أطفالي من أي مكان كان، سواء داخل الأراضي السعودية أم خارج الأراضي السعودية، سالمين معافين لي بإذن الله، ومعاقبة جميع الأشخاص من مدراء وأطباء وممرضين ودكاترة، وعلى رأسهم مدير عام الشؤون الصحية مصطفى بالجو، ومدير قسم المتابعة، وتقطيع رؤوسهم وتعليقهم في البم بجوار الحرم المكي الشريف لغاية 7 أشهر، لسماع المجتمع العربي والإسلامي والعالمي بقضية الجيزان الذي تم بيع أطفاله في مستشفى حكومي في مكة المكرمة، وتم اشتكاهم على المحكمة الإدارية، إذا مع العلم بأن المحكمة الإدارية تقول لي بأن هذه الدعوة ليست لديهم. وماذا أطلب؟ أنا لا أطلب المال، وإنما أطلب إرجاع أطفالي سالمين معافين الذي رزقني الله فيهم، وتم بيعهم من جهات مسؤولة وإرسالهم إلى جهات مسؤولة غير معلومة في المملكة العربية السعودية، وإنما خارج المملكة العربية السعودية، وهي عصابة تقوم بالإتجار بالبشر في مستشفى الولادة في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام. فأرجو من الله ثم منكم يا أولاد عبد العزيز بأنني لا أريد مبلغ من المال، وإنما أريد إرجاع أطفالي الذي رزقنا الله فيهم بدون وجه حق وتم بيعهم، ونحن في أراضي الحرمين عند بيت الله الحرام نخاف الله. فأرجو من الله ثم من ملكنا ملك المملكة العربية السعودية إرجاع الطفل سلمان وأخته الجوهرة وأخوهم فيصل الذي أطلقت عليه فيصل، وذلك لوجه الله عزا وافتخارا بفيصل بن خالد بن عبد العزيز للجهة الأمنية، لكونه هو بعد الله وقف معي في مشكلتي. فأرجو من الله ثم منكم سماع جميع الجهات المختصة بصوتي.